السلام عليكم. النهارده ان شاء الله الفلوج هيبقى مختلف شويه عن العادي. في ناس غالبا كانت منتظره الفيديو ده من زمان، بس انا كنت قاصد ان انا انزله دلوقتي. كنت حابب ان انتوا تتعرفوا عليا شويه عن طريق الفلوجز، فغالبا لو ده اول فيديو ليك تشوفه ليا فبنصحك ان انت تشوف الفلوجز اللي انا بعملها وبعد كده ترجع تتفرج على الفيديو ده. لكن لو انت متابعني من الاول في الفيديو ده هتعرف حكايتي. خلصت ثانويه ازهريه، كنت جايب مجموع 69 79 حاجه زي كده، مش فاكر بالظبط. المهم يعني كان مجموع اي كلام، على ان انا كنت دحيح وانا صغير. بس انتوا عارفين بقى في الثانويه الواحد غالبا بيهلس. كنت داخل علمي، مش عارف ليه كنت داخل علمي، بس كان ساعتها اللي هو ايه معروف يعني عندنا اللي بيخش علمي ده اللي هو احسن حاجه، واللي بيخش ادبي ده اللي هو الناس الفاشله. فانا دخلت علمي. طبعا مجموع 69% ده في الازهر ساعتها ما كانش دخل اي حاجه، بس برضه قلت هقدم على التنسيق ولو حاجه جت لي انا حاببها تمام 100 100. كانت الجامعه الوحيده اللي انا كنت حابب اخشها في الازهر كانت اللغات والترجمه ساعتها. فلما مليت الرغبات حطيت لغات وترجمه القاهره اول حاجه، وبعد كده حطيت تجاره بقى والحاجات دي. جالي نتيجه التنسيق وجالي تجاره انتساب. قلت لا طبعا فاكس، انا ماليش في تجاره، مش هخش تجاره. ساعتها خدت الملف بتاعي من الازهر واقنعت اهلي ان انا اخش معهد خاص. كنت بحب الكمبيوتر جدا فقلت اخش كمبيوتر ساينس. طبعا ولا عملت ريسيرش على كمبيوتر ساينس ولا سالت ولا عملت اي حاجه. كنت كل اللي متخيله كمبيوتر ساينس يعني ليه علاقه بالكمبيوتر، فانا هخش ان انا بحب الكمبيوتر. المهم دخلت كمبيوتر ساينس. اول سنه شلت فيها ماث وشلت فيها فيزيكس، واعتقد كنت شلت ماده كمان مش فاكر ايه هي. المهم قالوا لي لازم تعيد السنه عشان الثلاث مواد دول، فقلت لا مش هكمل واخش لغات وترجمه خاص. المهم قدمت على معهد لغات وترجمه في التجمع، والحمد لله مشيت في لغات الترجمه. اول سنه جبت فيها جيد جدا، فكنت مبسوط جدا بالاوت كوم ده، لان انا يعني كنت حاسس ان انا غالبا فشلت. بس الحمد لله لقيت نفسي في اللغات والترجمه. اشتغلت من سن صغير، اشتغلت وانا في الثانويه، واعتقد اشتغلت وانا في الاعداديه كمان. اشتغلت كل حاجه تتخيلها، اشتغلت كل حاجه. اشتغلت مع المقاجي، كنت بوصل مكوى البيوت، اشتغلت في مكتبه نرص كتب، نحط كتب في المخازن، اشتغلت في اتيليه، يعني اشتغلت حاجات كتير واشتغلت من سن صغير. ابقى بكدب لو قلت ان الشغلانات دي ما فادتنيش. كل شغلانه من الشغلانات دي طلعت منها بحاجه او بعد كده اتعلمت منها حاجه. في الفتره اللي انا كنت فيها في الجامعه كنت بعمل راب، وكنت في باند اسمه اس تي في. الباند ده كان مكون من اتنين، كنت انا وواحد صاحبي اسمه محمد يسري صديق العمر. يعني كان كله اندر جراوند، حفلات ومش عارف ايه وكلام من ده. كان ساعتها الراب بالنسبه لي وسيله بطلع فيها اللي انا عايز اقوله عن طريق الاغاني. المهم وانا في لغات ترجمه في سنه تانية اتعرفت انا وزوجتي على النت، ونزلت مصر وقابلت اهلي. في الاول اهلي كانوا معارضين جدا عشان كان سني صغير وعشان زوجتي اجنبيه، بس بعد كده لما نزلت مصر وشافوها وشافوا ان هي مسلمه وتعرفوا عليها وقعدوا معاها اكتر غيروا رايهم. الصراحه مش اهلي بس اللي كانوا معارضين، كان كل حد اعرفه معارض. كانوا كلهم يقولوا لي انت يا ابني لسه صغير في السن، هتضيع شبابك ومش هتضيع شبابك والكلام ده كله. بس انا كنت باصص لها من ناحيه تانية. كنت شايف ان انت لو لقيت الانسانه الكويسه اللي انت عايزه تبقى في يوم من الايام زوجتك وام لاولادك، امسك فيها بايديك واسنانك. واتجوزنا وجيت على انجلترا، ووقفت الجامعه شويه في مصر وقلت ايه اجي ابدا الحياه هنا. جيت على انجلترا وما كنتش عارف اي حاجه، زي اللي حطيته في بحر وقلت له عوم لحد ما توصل للبر، وهو مش عارف البر ده فين اساسا. اول ما جيت كان الموضوع صعب شويه ان انا الاقي شغل، لان انا جاي من مصر وما كنتش لسه خلصت جامعتي. حتى لو كنت خلصت جامعتي كانت الشهاده مش تنفعني هنا في حاجه، لان في انجلترا غالبا ما بيقبلوش الشهادات من بره، وحتى لو بيقبلوا مش هتعادل الشهاده الجامعيه. في اول فتره كنت بدور على اي شغل ايا كان الشغل، ما كانش فارق معايا الشغل ده ايه، كنت بدور على اي شغل بحيث ان انا يبقى عندي دخل. في الاول اشتغلت نقاش لمده 3 اسابيع، كانت شغلانه كاشن هاند، كان واحد جايبها لي. ما كنتش اعرف اي حاجه عن النقاشه، بس هو قال لي تعالى الموضوع سهل هوريك تعمل ايه وكده، والدنيا تمام. في تالت اسبوع وانا شغال في النقاشه جالي تليفون من شركه نيكست، قالوا لي انت كنت مقدم عندنا على شغلانه بارت تايم وعايزين نعمل معاك انترفيو. وفعلا رحت بعدها باسبوع عشان اعمل انترفيو. الصراحه كنت مقلق لان كان بالنسبه لي اول انترفيو في اليو كي، والسي في بتاعي كان فاضي، فما كنتش عارف اتكلم عن ايه، وما كنتش متوقع الانترفيو هيبقى عامل ازاي. المهم رحت والحمد لله ربنا كرمني، وكان براكتيكال انترفيو. كان اول مره في حياتي اعمل براكتيكال انترفيو، ما كانش فيه الاسئله المعتاده بتاعه الانترفيو والكلام ده، كان كله براكتيكال. خدوني ونزلت على الشوب فلور، قالوا لي اتصرف براحتك، اتصرف كانك انت شغال عادي هنا، شوف انت هتعمل ايه. هما طبعا بيعملوا اوبزرفيشن ويبصوا عليك ويشوفوا انت بتتراكت ازاي مع الناس والكلام ده. والحمد لله جات لي الشغلانه، وبعد 3 شهور قدمت على شغلانه فول تايم في اتش ان ام، والحمد لله جات لي الشغلانه وسبت نيكست. فضلت قاعد في اتش ان ام لمده 4 سنين. بعد اول سنه كنت شغال سيلز، وبعد كده بقيت سوبرفايزر، وبعد كده قعدت بقى في الكومفورت زون بتاعتي، ارتحت وكنت مبسوط وتمام واخر حلاوه. وبعد كده سبت اتش ان ام ورحت اشتغلت اسيستنت مانجر في محل اسمه دانيال فوتوير. في الفتره دي قررت ان انا عايز ادرس، وده كان بالنسبه لي ريسك، لان انا كان لازم اتنازل عن المناصب بتاعتي وانزل مثلا سيلز عشان اقدر اشتغل بارت تايم، وده اللي انا بعمله دلوقتي. سبت دانيال فوتوير وشغال في محل اسمه بول سميث سيلز، بدرس فول تايم وشغال بارت تايم. ودي كانت حكايتي لحد دلوقتي. حاولت ابسطها على قد ما اقدر عشان الفيديو ما يطولش وانتوا ما تملوش، فيا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. وان شاء الله الفلوج الجاي هيبقى Q&A. لو عندك اي سؤال بيتعلق بيا
او اي حاجة ليها علاقة بمجال خبراتي اكتبها في الكومنتس، وان شاء الله الفيديو الجاي هجاوب عليها. وبكده يكون الفلوج ده خلص. سلام.